فيلم المعلمة ترقص مع الصف بأكمله. فيلم إيطالي كوميدي جميل وأكثر من رائع، أنتج عام 1979 من بطولة ناديا كاسيني، نيرزو مونتاجناني، والفارو فيتالي، ولينو بانفي. وبيبدأ فيلمنا بوصول معلمة جديدة للرقص اسمها كلوديا، بتلعب دورها الممثلة الجميلة ناديا كاسيني إلى مدرسة ثانوية في مدينة إيطالية صغيرة تم تعيينها لتعليم الطلاب مادة التربية البدنية والرقص. بس بسبب جمالها وناقتها وأسلوبها الأنثوي اللافت بتحول الصف كله إلى حالة من الهوس، وبيبدأ الطلاب المراهقين بيتسابقوا ليشدوا انتباهها ويقربوا منها بطرق مضحكة، وكل واحد بيحاول يلفت نظرها بطريقته. الطلاب مش وحدهم، حتى الأساتذة والزملاء الذكور من المدير لزملائها بالهيئة التدريسية بينجذبوا لسحرها، وبيصير في نوع من التوتر الكوميدي بالمدرسة. كلوديا رغم كل الإغراءات والمواقف الغريبة بتضل محافظة على مهنيتها، وبتحاول توازن بين تعليم الرقص بشكل فعلي وبين التصرف بحكمة وسط عالم مليء بالهرج والمواقف الساخنة. أكثر المواقف الكوميدية بتجي من شخصية زميلها الأستاذ الغبي والمزعج، واللي دائما بيحاول يوقعها بمشاكل لكن دائما بيطلع هو الضحية بالنهاية. كمان بتنشأ مواقف بين الطلاب بتجمع بين الغيرة والمنافسة، وكلها ضمن إطار ساخر وخفيف. وبنهاية الفيلم ووسط سلسلة من الفوضى والمقالب بتنجح كلوديا بفرض احترامها، وبتثبت إنها مش مجرد امرأة جذابة بل معلمة ذكية ومتمكنة. وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.